بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمكم، بارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام، نلتقي مع الدرس الرابع عشر من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله. مثلا وقيت درس ويس 14 دي الدروس من شرح متن ابن عاشر الثلاثاء فوربي الساقين بضد البيت رقم 90 وما بعده. عنوان الدرس بوسا التيمم وأحكامه. المعنى سيث مثلا أما كنت حصان متن ابن عاشر يبثيد شغل نظم شعر يغرى شوي ذي القرآن ذا شوي ذي السنة بعد يفكي غيد الخلاصة ذي الأبيات ثاقي ذي الطريق استخداما يسميس المتون. نيونا يثمثن يثمورث القبائل مثلا يثمورث الجزائر مرة ذي زيك صغارين المتون. المتون كي مختصرة باش التفضيون هذه غير مثلا 8000 الصفحات 8000 باج ويزميرارا أسفكن 2 باج صفحتان ذيك كلش، ولكن كونسونطري يعني مركزة. عندما كان يقول باش استفكض هكا جونشينا استفكض ثقرة سنجو شغل وقي معتصرات مختصرات. أذكر بهذه المعاني أحيانا من باب الإفادة، فإذا تكرر تقرر باش الإنسان زعما كاين شخص مع المتن مهمة لأنها ما كتنيغ تختزل الأحكام والمعاني في أبيات معلومة محددة، ولكن تحمل الكثير من الخير والكثير من الفائدة. أكا الغاشي حملنا كل راكورسي حملنا أين لان يعني مختصر وثقيل المختصر. ثورا بضد البيت رقم 90 وما بعده غادي تمسلاي في أحكام التيمم. ذا تحسم مثلا ديننا دين اليسر، دين اليسر بمعنى إلا قصر الوضوء تصليت إلا قصر الوضوء إما ولاش أمان نغيون غسلا وما نري سارة الزمرث وري زميرارا. ربي سبحانه عز وجل إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وغيك الفارة ربي أكثر من تزمرث النخ. هذا إنك ولا شاما نروح التيمم مباشرة، والتيمم ماشي تسفض ذاك ولا تمسح ذاك أعضاء الوضوء خاطئ وذميك يفسنك فقط، معنى مختصر تماما وثقيل العبادة. لذلك والإسلام من أحكامه ومن مبادئه التيسير ورفع الحرج. وكي المبدأ ايش المعنى تيسير معنى اليسر. دائما نقراو نستقبل ثم قارني مغار الزيك او كان يفكر ربي السر ذي اليسر اثان كان دي السر ذي اليسر فما عشت اليسر ثلاثا السر ذا شيء رنو بلاد مني والخير ماك ذا كان ثم عشت اليسر ثلاثا السر ولا دعوة الخير مزورة جفذن دعوة الخير كي سي الشرايث. ودائما قولنا يتمثل ثجديث ساعة زار نغي إيزوران أرض الشرايث تفغي الدايد في كذور الدليل سي القرن كل السنة. ربي سبحانه يناد وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا ندي قارئ وكنا الرغارة الدين قيد الحرج وليس الحرج. تلاقي سورة الحج الآية 78. ينادى ربي سورة البقرة الآية 185 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ينادى ربي ذي سورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ربي بغى يستخفف في اللوان. وذا النبي عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا يسر ولا تعسر.
وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. زعما دفت شحال أدي له شحال دير له، وإذا غصت قضايا ولا مشطوح. وكي صغارين زيك الشياخ فلسني عفو ربي وتكترى والو تيغرا العثافيسية كون بعدا ديفك شويط لو ريزومي سانتاز يعني حاجة مركزة باش كان هذا نظر باللي المثلى الهانت ثرى دغر بعض الأبيات من هذا العنوان. فصل أشو دينا لخوف ضر أو عدم ما إلى ذيك تصبوال معناتها التيمم من المريلي ما يلس على الأسباب السيسنت الخوف يقاذ المضرة يقاذ يغلوظ يهلك إن يستريف لو كان تساغض اللوظ سواء ما نسالكض إما سينا تهلكض نغسيني أذي يعطل حلوينك إما يضره يلحق به ضررا أو يعطل شفاءه. صافي أكيد نغشين التجربة خاطر ماشي إما الطبيب إما التجربة شي نجرباض مثل اللوظ سواء السرد سواء ما نسالكض حبس وكيك الفرا ربي روح سازرو نروح ساكيا الفرا وحدث أو عدم ما يعني ما ولا شامان ولا شامان خلاص ولا شامان داين اش خمس زلطاره الزال سوا شو سوا دينا ربي في الآية ربي يهضر في الآية الخامسة والسادسة سنأتي إليهما إن شاء الله سورة المائدة المدينة فتيمموا صعيدا طيبا إند عوض من الطهارة التيمم. الحمد لله إفكاد تعويض زعما نسمي سمحتي سيتادير إلى الأصل إلى البدل. الأصل هو الماء، الأصل هو الطهارة المائية، ولكن يجوز الانتقال من الأصل إلى البدل، من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية وهي البدل عند عدم وجود الماء. استقبيلي الأصل ذمان انتوضي سوامان البدل التعويض التيمم من المنظور التيمم مولاش امان صافي التعويض ميم ثورة وقاعد يخدمنا كذي ذي الاستراتيجيات نغذي لي بلانيفيكاسيون وكذا كاين لو بلان ا لو بلان بي سي نورمال لقد صوض شحال لي سوليسيون ماشي يوث كان ميما توات ميلا ساد كاين يون الراي قلان يون مولاش ذاين مي لقد صوض لو بلان ا مولاش لو بلان ا لو بلان بي ثلاث مثلنا خدمنا داخل من ثاك تاويلي إلا الجهاز اكسنت تبدل دوايو بديل ما ولاش واقي بالك ساعة البلون سي ما ولاش نروح ديريكت فلاحي كان وخلاص. يلا يند وصل فرضا واحدا يند تيمم ماشي من الوضوء تصلي به جميع الصلوات المكتوبات والرواتب والنوافل إلى غاية انتقاض الوضوء. صل بالوضوء ما لم ينتقض. الزلس الوضوء أين تفغن الزولة إزمري ولا ديال الوضوء يطهر هذه الزلس الطهور العصر المغرب العشاء صح إزمري ولا ديال الوضوء إلى العشاء ما يعاوز هذه الزلس الفجر. التيمم لا التيمم كل تظلث سيون تيمم ويسهل ولا تكسل العذاب تبدا زرو خدمه ساكه ويذميك يفسنيك السلام عليكم فرا. لذلك شو دينا وصل فرضا واحدا وإن تصل سبحان الله جنازة وسنة به يحل. أشي قار تيمم إما إلا يخدم تيمم صلاة المغرب صلاة الطهور من بعد بوين الجنازة وريسعوا ذا التيمم التيمم مني الطهور السيسري الزال الجنازة السيسري الزال النافلة الرواتب بني مثلا يزول طهور أبرا ديال نص ركعة 4 أنت الزال ستيمم مني كان الطهور
إما يظل العشاء 4 ركعات تيمم، يشفع ذا الوتر وريد تعاود تيمم سوينا كان ولا ما وقيل معناه يس هاثان إذا ثيت من بعد أشو دينا مثلا ذي البيت 93 إن فروضه لا شو انت الفروض ينس يعني الفرائض مسحك وجها واليدين يعني الفرض مزوارو ذوذم بيت خمضة كي بزرو هاثا واقيد زرو خمضة سكا وذميه وقي فرض الفرض والسين واليدين ألا مدة واليدين يعني الضربة الثانية يفسني شكا ألا مدة اليدين للكوع أكيد الكوع وقيل الكوع إنش والنية أولى الضربتين معنى النية هي القصد وقد قلنا مرارا بأن النية تفيد الجزم والحسم وهي والتمييز الجزم والحسم والتمييز بين العبادات بعضها البعض وبين العبادات من جهة وبين العادات من جهة أخرى. ثم الموالاة معنى الفور مع أنت كي تمسح وجهك مباشرة زيد مسح يديك ما ديرش الانترفال طويل ما لازمش يكون مدة طويلة المدة اليسيرة معفو عنها دائما اليسير معفو عنه ما إلا تعطي الغرطاس معليش ما تمسح ذميك أبارات رجوضات دورت خمس الشغل من بعد ورس لا خاطئ إلاق تلاقي قانس الموالاة وقي فرض وبعدين إناد سعيد طهورا معناه ربي نتفتيمم سعيد طيبة يعني ما ضرمل ما ذكال ما ضزر ويأكل الصعيد الطيب يعني ما على فوق الأرض ووصلها به ووقت حضر معناه وصل التيمم بالصلاة ومع هذا دخول الوقت واحد ما يقدرش مثلا يتيمم للمغرب قبل المغرب لازم كي يدخل المغرب يتيمم كي يدخل العشاء يتيمم كي يدخل الفجر يتيمم معنى بدخول الوقت إلا قد يشمل الوقت ماشي من الوضوء لا الوضوء طهور مثلا في الوحدة غير 20 مثلا الشيني توظف 8 الصباح ما يعجبك عادي الوضوء مادام وكي خسرارة الظل وكي زوليس ولكن التيمم خاطئ إلا قال ما ديكش من الوقت داين الزات والتيمم والزلط من بعد الميدينا ذي البيت 96 إن سننه مسحهما للمرفق ما لا يولد هذه مسح المادة وقيل المرفق مثل خدمة التيمم في وصفوسي خدمك المادة ذي الفرض الكوع ما إلا تغضى المادة وقيل السنة وانت وشوف روحك ممكن تكون مثلا غصبان ولا تكون بردان إما غصبان باش تلحق صلاة ديرها برك لهنا ولا بردان باش تنحس وتولي لابس تريكو كذا والقمجة والبالطو بزاف يا خويا حبس كان دا راك درت الفرض في اللي آليز مرتاحة السيوضي المادة المرفق هذا وقيل السنة إذن المادة الفرض المادة السنة سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين يعني الضربة الثانية خاطر ممكن الضربة الأولى تخمض كان هكا يوث ميك من بعد يفاسنيك يوث تقيل الفرض ما الضربة دوزيام نيثي السناث في ناس السنة ماشي ذا الفرض هذا الفرق يا سنت وبعدين ترتيب بقي ذا شو يعني يبغى ديني محسوب ترتيب مسح الوجه على مسح اليدين هذا هو المقصود لازم مراعاة الترتيب إلى آخره وبعدين مندوبه تسمية وصف حميد ناقضه مثل الوضوء ويزيد مع ذلك فاش يركز يهضر في نواقض التيمم إن ياش ناقضه مثل الوضوء يعني ما ينقض التيمم ينقض الوضوء فهمية ما ينقض الوضوء ينقض التيمم
ما ينقض التيمم ينقض الوضوء كيف كيف. بمعنى نواقض الوضوء نشرح تنتيد فيما سبق. يقول ما يفقد الريح، يقول ما إلا كرمكم الله يعني يستفغى من انتسى يعني تبول في كذلك نواقض الوضوء. أين ينقض الوضوء؟ ينقض التيمم، ولكن دقي يشتري مدينة ناقضه مثل الوضوء بعدين ويزيد يفكد شغل المساج. ده شو المقصود ويزيد؟ معناه ما ينقض الوضوء ينقض التيمم زائد بلس أن التيمم يبطل إذا حضر الماء. شيني خدم التيمم مولى شامان إما في ضمان أحداث ما إلا طهور في ضرمان خدم التيمم يبضد العصر في ضمان وسقرار لكن زول الطهور زول العصر تيمم خاطي الزار ثلاث الوضوء خطر الوضوء هو الأصل والتيمم هو البدل. لذلك ما ينقض الأصل ما ينقض البدل، ما ينقض الأصل ينقض البدل، والزائد أنه البدل عنده ناقض آخر وهو وجود الماء، أي القرن إذا حضر الماء بطل التيمم. ثم جماعة الخير نروح وجهكم مسلمك ذي المتن ثورة نغال ذا شو الشرح ينس المفصل بطريقة منهجية. أفضل نتبع هذه الطريقة، يعني نعطي تعليقات على بعض الأبيات باش ننظر الصياغة وكذا وكذا ماشي يخدم، من بعد باش درس ديال المخنق لتترسخ في أذهاننا المعلومات نعيد شرحها بطريقة منهجية مرتبة. نحتاج ميثودولوجي إلى منهجية، خاطر لو كان الحكاية كذي المتن هذا نروح نتكلم المعاني مثورة أثنتي نفسر يعني يوث. أولا ربي سبحانه في القرآن الكريم ذا شو دينا إند فلم تجدوا ماء أكيد دينا سورة النساء الآية 43 فلم تجدوا ماء مثل رمان إند فتيمموا صعيدا طيبا. إذن هذا ورد في سورة المائدة وكذلك ورد في سورة النساء الآية 43 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم المدينة رب سبحانه إن الله كان عفوا غفورا. أيرد بغ الآية باش نزر الدليل وليث صاحب المتن الإمام ابن عاشر وديب يرى الأدلة يجي يفكر دون كونكليزيون يفكر كان الأحكام واعطيه الصحة وغدي يفكر الأدلة ثم كلمة نغال الطريقة المنهجية نذكر الأدلة من الكتاب والسنة. نفتح قوس أقول هذا الكلام لبيان واحد الإشكال يطرح أحيانا في الذي يقرأ الرسالة لابن أبي زيد القيرواني أو المختصر الفقهي لخليل سيدي خليل أو ابن عاشر ويقول لك هذه الكتب ما عندهاش أدلة، وهذا كلام غير صحيح وكلام غير علمي. ونسيو باش يدي كان جوجمون يحكم لازم يقرأ كي يقرأ ويشوف إلا ما قراش كيف يعني هو هذا دلها للتيسير يعني أصلا وكذا كي تخدم المتناقي باش ياخذ سهلا صافي ما يبود الأدلة أكدياوي من قواعد الأصول أكدياوي وراي ريحة نسي 800 صفحة 800 باج يبغى يدياوي 3 باج معنى 3 صفحات إما إلا يويك 200 صفحة ولا رذين أصلا تجيك وروح مباشرة يسميس أمين ثلاث سمحتين أمان إلا ذي العين صر القذرار ونزميران وكون حساب ذردنا وامان بوينا غداما قلت يوثن الميد بظن الكوزين تنقبضن الجامعة تخمضا كدفان وامان الحمد لله صافا سني بارك ربي سني بارك ربي وسن قرار غيود يبالا ذراش مكي ديوا ذرار وين يبغى سدر عادي
وخطر هذا المزاليث. العنصرية لا، من أراد أن يتواصل مع المنابع مباشرة فليتواصل، سهلة مهلة. نقول لك مثلا كتاب فلان، نذكر لك بعض العناوين، نقول لك مثلا كتاب الاستذكار هكذا، تقيسوا بالمترات يعني. أرنواس كتاب التمهيد هكذا، صافي شحال ديجا قريب 3 مترات، قريب 3 متر. نجيب لك كتاب المعونة هكذا، نجيب لك شرح الدردير هكذا. معناتها ممكن تجيب كتب من الحيط للحيط 20 متر نتاع الكتب، وقتاش تقراها تحتاج حوالي 500 سنة. إذا ما دير والو، هذا هو شغلك يعني، هذا هو شغلك، تاكل تشرب وتقرا. معناتها باش علاش ربي قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تعبوا بزاف باش يعطيونا هذا الخير. نسني عاد تسفن، اما كي ضحكا كثير عاد تسفن بوينا غدا ما نسقو ذرار بغندر غورنا. لو كنا نقراو ونكون حوايج ما نروح لو دستور، نروح لو دستور ما ساعه تصبر في غدوه في غدوه. لذلك هذا موجود وهذا موجود، هذا موجود وهذا موجود. سمعت إذن كل هذه المتون لها أدلة. والشيء العجيب مثلا تقرأ كتاب الرسالة لأبي زيد القيرواني، تشوف كيفاش ضبطها واحد الضبط واحد الدقة. وهو من الكتب المهمة المختصر الفقهي لخليل وقي ابن عاشر. بالمناسبة في الترتيب المنهجي لازم يكون هكذا: ابن عاشر، وبعدين الرسالة، وبعدين المختصر الفقهي. ثقي سميته يعني مرحلة مرحلة، إيتاب بار إيتاب. يسمى الأفضل منهجيا علميا ينادي غير قبل ابن عاشر، ميث فوق هذه غير الرسالة، ميث فوق هذه غير مختصر فقهي سيدي خليل. ذلك من غارنا غزيك قارنا سيدي خليل سيدي خليل، ما مخالف نسينا نوحر الشرع سيدي خليل أو سيدي خليل يثمور ثنغيين لا سوا زالي ساطاس نغدا ولاقي باش المزيننا غثمثنا غثمثنا وتقلقنا ريما نسن أزر باللي كل شيء يقرز، كل شيء يصفى، كل شيء ما كان لا خوف ولا وجل. هؤلاء علماء خدموا ميراث النبوة بما أوتوا من علم ومنهج وصبر جميل ونفس طويل، فتركوا لنا هذا الميراث الثري الغزير نترحم عليهم بتدريس كتبهم. خاطر كي نقراو كتب نتاعهم راه نترحموا عليهم، أليس كذلك؟ فإذا كان أي واحد يذكر ابن عاشر يقول لك الله يرحمه، يعني الله يبارك، هو يدير رحمات. كان اللي ماتوا 5 قرون 6 قرون اللور 7 قرون ومازال يديروا الرحمات، الله يبارك. وهذا من العلم الذي ينتفع به كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. سمعنا الدليل من القرآن والأدلة من القرآن وكل الأدلة من السنة. منها حديث أخرجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام يفكى ضرب ب5 أمثال عليكم تيدي يفكى كان النبي عليه الصلاة والسلام سيسنت: وجعلت لي الأرض مقلة، يجعلس ربي الأرض يكل قاعة إن طيبة طهورا ومسجدا. طيبة طهورا ومسجدا. وثقي رواية من روايات الحديث، كاين رواية أخرى معناتها أكلني ياكل قاعني أتستخدمض الطهور أستيمض أتزلضيس، وإذا غتزلضن دا تبغى تزلض ذي الجامع الزال ديال الجامع. إما تفيك الحال ديال الخلا أثل القضاء زمور قريبة ديال وقت الزمور أمشي خض الزال ديالنا، الزال ديال الخلا الخير أربح. ارسد الزوج زمورث وروح تزلض في مانيك عادي كرزض، راح تكرزض بعد تظلي تظل ماشي لما دخل الجامع. طيبة طهورا ومسجدا. فأيما رجل لمزيد من البيان، فأيما رجل أدركته الصلاة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام أوين يعني يبضد الوقت نصلي في وقت الحلقة دي برا إلى صلى حيث كان الظلن داث الليل مقل كان مكان زديا تظل دين لا دام كان زديا خاطر لازم تغلقهم كامل زديارة. والحمد لله القاعة ربي توسع الخير الربح. إلى الحديث وايض
هذه السند عليه الصلاة والسلام، هذا حديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. إناد جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. يجعل ربي القاعة ذي المسجد صافي فينا الجامع، المسجد ماشي كان الجامعة قليلا، لا، واجي بمفهومه الخاص، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وخير البقاع بقعا ديفن الجامع. نعم، ولكن الصلاة تصح، والقاسم المشترك بين المسجد والقاعة كامل هو صحة الصلاة، هنا تصح وهنا تصح. إذن وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، معنى تتيمم وتصلي كل ما على فوق الأرض، الصعيد الطيب، أما ذا رمل، أما ذا زرو، أما ذا شال إلى آخره. ويقول الحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، والأدلة كثيرة. صافي الأدلة الآن. قال ابن عبد البر في التمهيد، ابن عبد البر يتمثل وقي من اسم ابن عبد البر القرطبي المالكي، من كبار علماء الدنيا، parmi les بول مقرنا، ذا اللي اسم مقر مليح. وتصغر تكتبيني يثمثن أثن تغرم أتواليض ذا شو بالغ نقلن داخل لا إله إلا الله محمد رسول الله، شيء عجيب. مثلا كتاب التمهيد وقيل استشهدنا به اسم التمهيد، نغصر كتاب الاستذكار ينس داخل يسعى كتب نظر، ولكن في قدقية كتابان شهيران، يعني توحد ربي ذا شو الميزان يقسع ذي المخيس أمشي تصفي الأمور ذا غربال ذي الميزان لا لوجيك المنطق لا ريزون كل شيء داخل. أمشي ناخذ كتابي سكت هذا يعني شحال لي طومي قلان شحال أجزاء كثيرة. وطبعا واحد كي يقرأ الكتب هؤلاء يقول بالك عاشوا كاش 600 سنة 700 سنة بلا لوجيك، تقول هذه هي. يعني كي نعطيكم مثال الإمام السيوطي مثلا، الإمام السيوطي صاحب الإتقان في علم القرآن، شحال الكتاب اللي خلاه؟ 300 كتاب، 300 اوفراج. نعم، وما كاينش الانترنت، ما كاين والو، خاطر الانترنت ميسر، الانترنت دير هكا يعطي لك المعلومات. الامام السيوطي وقته ما كان لا الانترنت لا فيسبوك ولا والو والو والو، ولكن التفرغ للعلم قرايه يجي 300 كتاب هو. وعلى بالكم كي راح حج واش قال؟ كي راح يحج وصل وشرب من ماء زمزم، وبعدين ماء زمزم لما شرب له، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ماء زمزم دعوا ربي. سأل الله، يعني أسأل الله أن يرزقني مرتبة كمرتبة الإمام البلقيني في الفقه، وأن يرزقني مرتبة كمرتبة الحافظ ابن حجر في الحديث. هذا واش دعا وربي رزقه. لا نعم، لا ابن حجر الإمام السيوطي دعا أن يرزقه الله عز وجل مرتبة الإمام البلقيني، الإمام البلقيني في الفقه، والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في الحديث. هو خير لي دو بول بين قوسين، خيرهم. وفعلا الإمام البلقيني هذا أيضا شيء عجيب في الفقه، كيف يستنبط الأحكام باستخدام القواعد الفقهية بشكل دقيق. مع انتهى سمحوا لي يجي واحد خبير في المياه يجي يقول كاين الماء هنا، احفر 10 مترات تلقى الماء، تقول سبحان الله. وكاينين طالما ربي هذا. تلقى واحد اكسبير في البترول يقول لك نخرجوا البترول، عجيب. وتلقى لي انجينيور كيما تلقى 100 مهندس، ولكن واحد ولا زوج هذوك عطى لهم ربي واحد السر غير ليهم. حتى في الفقه كاين فقهاء بزاف، ولكن كاين فقهاء
كما يقولوا وفرارند يعني. نتا يختار الإمام البلقيني ويختار الحافظ، أو كيدي كلمة الحافظ هذه جماعة الخير مع انتهى لا محمد رسول الله. شوف ندير ديسك دورة شو ندير مخيس اللي كان يحفظه أطاس كما الإمام صاحب المسند الإمام أحمد بلغ هذه الدرجة، والإمام الحافظ ابن حجر بلغ هذه الدرجة، الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء. بالمناسبة ننصح أيضا بقراءة هذا الكتاب القيم اسمه سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. أكث يخدم انتقاء لهؤلاء الأعلام ودارهم في هذا الكتاب في كثير من الفنون المعرفة والعلم. الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب أعظم كتاب في جامع لأحاديث الأحكام اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام أكيسميس، وقي أعظم كتاب جامع لأحاديث الأحكام. يختار اثني داك يساعد اثنين دقو غرفال يبو يختنيد. وقيدنا الإمام السيوطي ويندي جان تريكا نثلث ثمية نتكتابين ذي تاريخينس، ولن وقاذي عايشين مدة قصيرة. أتاخذ مثلا تاج الدين السبكي عاش 44 سنة فقط 44 سنة معناتها جان ولا لا؟ هي نعم. والإمام النووي 35 سنة، صغير يعني صغير. تاج الدين السبكي خلالنا أعظم كتاب في علم الأصول اسمه جمع الجوامع، خلاصة 100 مرجع يروح 100 كتابين يستفاغت الخلاصة ديال الكتاب اسمه جمع الجوامع اسمه ذواليز. أي غردنا كيف مثلا باش هكا وجاوكنا في ابن عبد البر أدولا اسمي دي غرا كل الأحكام الآيات والأحاديث وكذا إلى آخره. ماذا قال في التمهيد؟ أجمع علماء الأمصار أشو دينا فيما علمت. نعم شوف الأدب ودينا مني حدث تقرأ على حساب ثمسنيو أن داي الصوت مسنيو أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر وسواء كان جنوبا أو على غير وضوء إلى آخره. هذا الكلام مقتطع، هو مقطع من كتابه في التمهيد. ثلاث مثلا نروح نتحدث عن أسباب التيمم. ثلاث ذو المنهجية يوث نسلا الشرح العام السونس جلوبال بصرح شرح عام لما ورد في المتن، فنروح التفاصيل مرتبة باش نشوفوا أسباب التيمم. واحد فقدان الماء، ما ولا شمال ولا شمال داين صافي. نروح مباشرة إلى الطهارة الترابية، طهارة البدل، أصل بدل. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. سمعت الآية في سورة النساء الآية 43. السبب والسين عدم القدرة على استعمال الماء، معنى ذاك أمان اللام ولكن الزميضان تستخدمض الزميضارة حقيقة أو حكما. حقيقة والزميضارة يولد يترضيه لك يولد تفض ما لا يستطيع، يعني ربي يعافينا وربي يشفي المرضى. كاين اللي ما يقدرش يتوضا، ما يقدرش يحرك يديه، ما يقدرش إما لعجز أو إكراه أو لأي سبب يعني ولزميلها. لذلك ربي سبحانه أشهد القرآن الكريم إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سورة البقرة الآية 286. أما كندار دينا ربي سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. سورة التغابن الآية 16. شو المعنى يس؟ ربنا اتقوا الله حق تقاته وقي للطب أبرينات فاتقوا الله ما استطعتم. أي المزمر درسني عدل من ظهر في الغسل إن كيون يبي يضرب فوسيس باش هذه السير ما يخدم لكن الغسل أش يخدم؟ إما غادي دمثا صرفيطة تيسلخص
يخدم في باروريس هذا غادي يسيو ناس دي السير ذا عروريس ندور يستوزر فوسيس معناتها ذايا ربي فاتقوا الله ما استطعتم هذه الظليت هذه الزبد مسيف الدين موري زميرة سيغيمي موري زميرة في ذيس موري زميرة في الجنيث اش ما كنت في ربي في كذا غير باش كانوا نتجار العباده ذايا إند واعبد ربك حتى ياتيك اليقين معنى اللي يصلي الشرع يرافقه بحنيه ماشي بليجي وكذا لا 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 تزمر فيه المهم الظال المهم عبد ربي والسلام شمعت الخير ماشي بسهوله على بالك خاطر كل انسان ربما سمحتي الدنيا تسفه العقل الدنيا تسفه العقل اذا ما دفتوريون خاطر مشغول مليح في لوفان الشغال كوا ما قرا كان ساعي في كولا كي المغرب عايش نقيم انا غير الدنيا كنسينا وين إن ياسي ضرر جبانتي إن يسوق هذاك يموتنك ولا شوق فوق كل شغاليس لو كان ذكر الميتين ناس مازال غير الميدا لوردر دو جور ما كاينش واحد مات وكمل كاع شغالاته كل واحد عنده اشغال والدنيا هذا هو صعوبتها يقول لك الدنيا مثل الذي يشرب من الماء المالح كلما شرب منه كلما ازداد عطشا أمين السمس قوامان مريغن سميثس سميتفاذ والدنيا سفوغ العقل أيضا خاطر أمر العبادة أمر جلل معناتها ماشي ذي زوبسيون خاطئ أمر جلل معناتها أمر مهم في حياة الإنسان مانيش نقول في حياة المسلم خاطر في حياة الإنسان لأن كل إنسان يوم القيامة إذا كان لم يكن عابدا لله موحدا له سيندم ولكن حيث لا ينفع الندم لذلك تأتي هذه الدراسات والأبحاث هناك أبحاث ودراسات في مجال المعاملات غدا نوضم بعد في الأمور الاقتصاد لا جيستيون الفلاح التجارة العقود أنعم من العبادات لانت العبادات لانت المعاملات أنزل دائما العبادات المعاملات الحمد لله في قاعدة ذهبية موسعة الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص ولكن دي العبادات لا الأصل في العبادة الحظر إلا بنص يعني المنع إلا بنص إذن ربي سبحانه يخدم مستوى اتقوا الله حق تقاته بعدين فاتقوا الله ما استطعتم سورة التغابن الآية 16 وربي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ذاك سمحتي سئل الإمام مالك الحديث في الموطأ الحديث في الموطأ رقم 127 سئل الإمام مالك عن المرأة الحائض ثم مثل حائض يعني تسند للرجل ينس من بعد التزدي تطهر فلم تجد ماء خاطر ماشي التيمم باقي كان ميم المرأة كي تكون حائض مثلا بعد ثفرمان ننس هل تتيمم فأجاب الإمام مالك قال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم كيف هذا الحديث ورد في الموطأ رقم الحديث 127 السبب الثالث صافي السببين السبب الثالث الخوف من المرض أو زيادته أو تأخر شفائه إما يقوذ ذي هلك نغ يقوذ ذي زاد الهلاك أكيني مثلا الطبيب يهلك كدار نغ كفوس لو كتسير ضا فوسيك ديجا قراك الشين سل تريتمون صافي هذه زاد الهلاك النغ هذه يخدم الروطار الشفاء ذاك فوس ربي ولكن قد يؤدي استخدام الماء إلى تأخر الشفاء يقول لك الأسباب كي حبس إناش أو الخوف من ضرر البرد ماشي كان ضرر الهلاك ولا ما غاصميض شو نهضر كي صحاب ثمذيت داخل الكوزينة أنا داخل دورة المياه كل شيء مسخون وكذا واللي ما عنده يسخن يقدر يسخن وحتى كي كل ما بارد ماشي كيما أصحاب الجبل ومنكم اللي عايشين في الجبل الله يا ربي لا تفكروا يا الله يا حسرة تخرج باش تتوضا الفجر والله غير لو كان ماشي الجنة والله ما تنوض
غير الجنة اللي تخرجك في هذاك الوقت، ولا لا تخرج من الدار وما كاينش الوقت هذا، ما كاين والو، الظلام، ما كان لا تريسيتي لا الماء سخون ولا شيء، ترفد الماء تلقاه بارد وتتوضا، الماء بارد والجو بارد تتوضا به. طيب كاين أصحاب العزمات، مرة كان واحد قالوا تصلي صلاة الجنازة على الميت وهو كان على جنابة، راح للواد ورفع الجنابة بماء الثلج، كوراج، وما داوه لي زيرجونس ما والو، لي زيرجونس كاين أصحاب العزمات كوراج. مي درك يقول لك جامي ما ناكل بصل ما نحصل. درك انا مانيش نقول كاع النيفو نكونوا كيف ماشي كي لا نسعوا النيفو، واقي ناس الجنابه ناس الشاي ظلن غاسمي ولا مانيس يروح ساسيف ذينيك يخدم الوضوء ام قران سوامان بذفل الله يبارك، يتوضاو بالماء نتاع النذا زرد نذني نتجور يجوز، اما يجوز اتغض الوضوء اتخم ذاك الحشيش نهار التجاره تغض الوضوء كلشي ميسر، زمان زديث يلا صافي يناك الخوف. لذلك نحكي لكم حكايه نتاع عمرو بن العاص. عمرو بن العاص صارت له كان بالجنابه، احتلم كان بالجنابه، من بعد في واحد الغزوه اسمها غزوه ذات السلاسل، وكان هو القائد عمرو بن العاص، وبعدين القائد هو اللي يصلي اماما بالمجاهدين، هو اللي يصلي بهم. من بعد هو احتلم بلا ترونسبارونس توتال، ناس كاين يحتلم تتيمم وصلى بالناس، يقدر يتيمم ما يشوفوا حتى واحد ولا لا، يزمر عمرو بن العاص هذه خم تيمم ورثي ولا ذيون او ذنتي ديالنا ناس شوف شفافيه لا ترونسبارونس. من بعد شو دينا اشفقت اني اغتسلت ان اهلك ني شو كذا فتيممت يقعد خاطر ذا صميض وكذا يقعد لو كان دير في الطهاره الكبرى سوامان هذه لك انك ثم صليت باصحابي يظل يسن إند ذا شويه صلاه الصبح صلاه الصبح، فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه اللي بلغ الخبر، لأن يا رسول الله عمرو بن العاص يخدم كذا وكذا، يتيمم إلى الجنابه يتيمم يزول يسنغ. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يشو سينا إن صليت بأصحابك وأنت جنوب، إن زلص الأصحاب وكشينيس الجنابه شو سينا عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله تبارك وتعالى، إني سمعت يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، سورة النساء الآية 29. إني سلي ربي النات ونقثري منون خاطر وكي شغل سويسيد، طبعا تا سويسيد يبان الآية كيف فين يعني سويسيد الحرام يوازن غيمانيس، ولكن يعني استشهد بهذه الآية يس ربي ندو نقثري منون إن كينو يخين قارص قبيلي غايو صميض نقول هذا في الدارجة يعني قتل لي البرد، يقول لك برد قاتل هو ما يقتلش يعني عموما الا اذا كان ذاك الكبير مي عموما مي حنستخدم هذه شغل نسموها في الادب في الكنايه، كنايه عن البروده، بروده كنايه عن البروده، فبالتالي نقولوا باللي راه وهذه حتى الكلمات هذه موجوده في الشرع، موجوده في يعني هذيك البلاغه موجوده في القران، وطبعا هو ابلغ الكلام، والبلاغه موجوده في السنه النبويه. المعلماء بعد صنفوها ذكروا علوم البلاغه. ما هي علوم البلاغه؟ ثلاثه، شكون ذكرنا بها؟ الا علم البيان، الا علم البديع، إلا مقارن علم المعاني. هذه العلوم هي التي تشكل علم البلاغة أو البلاغة بشكل عام، يعني علومها ثلاثة: علم البيان
وعلم البديع وعلم المعاني. وهذه العلوم نجد لها أثرا في الكتاب والسنة. هو ربي سبحانه الناس ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، سورة النساء الآية 29. وبعدين ماذا حصل؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا يضصى ورديني ولا ذوال ذاكي صافي مادام يضصى معناه يكونفيرمي، معناه يقفليث، أقره استعرف استقبالي في قبليث أقره. بارك الله فيك. سبحان الله. لذلك هذا دخل في السنة التقريرية. ما شاء الله. السنة ثلاثة الأنواع، إلا السنة القولية ذي مسلين في صلى الله عليه وسلم، إلا السنة الفعلية أي نخدم، السنة التقريرية المعنى يسمى إلا ذي ونسي الصحابة إما يند إما يخدم، إما يند دوال نغي يخدم حاجة ونفي صلى الله عليه وسلم يحضر نغي يبضي ثد الخضار، إما يكون حاضرا أو بلغه الخبر. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل، فإذا سكت فسكوته إقرار، لأن السكوت في موضع البيان بيان. وإذا ضحك أو تبسم فتبسمه إقرار، وإذا قال فقوله إقرار، كقوله في حديث أبي داود الذي شرحناه في يوم من الأيام وإن قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وهو في أمر التيمم بالمناسبة، في أمر التيمم. يلا نعيد هذا الحديث للفائدة وفي نفس الوقت لأنه عنده علاقة بالموضوع. في يوم من الأيام خرج صحابيان في سفر، فغنسين الصحابة ذي مسوفان يبغوا وقت نصليث أماني سعان كان شوية طبا ما ناسون صافو سعنا رمان الوضوء يكفي الوضوء ذغا تيمم وغن الوضوء يسين تيمم يسين خذ من تيمم يسين ظلم هكا خطر ولا شمع. من بعد الحلف نامان قبل ذي فوق الوقت نصليث يون السيسن يروح يغلظو يعاود يصليث ويظن وري عاودارا وري توضا وري عاود يصليث إن يصلح التيمم بركاي أحدهما توضأ وأعاد الصلاة في الوقت، والثاني لم يتوضأ ولم يعد صلاته. اختلفا ولم يفترقا واستمرا في المسير إلى أن وصلا إلى أن عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ميوظنا الغرصة النبي عليه الصلاة والسلام كملنا فريد غس مخلفا مي أمغنزانارا وسينارا يوني وايضا أدذا ضرايونا ذاقا سنفرو ذاقيا نفرق. أنا عليك نور ما شاء الله بارك الله فيك. حتى الأمير لم يأمر ما استخدمش السلطان تاع لو بوفوار، خاطر الأمير عنده البوفوار. كي يروحوا ثلاثة في سفر عندهم أمير، كي يروحوا جماعة من الناس عندهم أمير. شو معنى الأمير؟ كي معناه ينقيد ينايس على الراي من مخلفا ولا الورث ما لا ثقي حصل على النظام قياسا على الصلاة تظليث عندها إمام نصلي لا نصلي لا نكبر إلا إذا كبر، لا نركع حتى يركع. أي غير ثقي الصلاة تعلمنا النظام أليس كذلك؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. كي وصل النبي عليه الصلاة والسلام هذاك اللي ما عودش الوضوء وما عودش الصلاة قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. يناسي ولكن ونعاود الوضوء يناس تبض السنة سوا أجزأتك صلاتك مع تظل في الزور تيمم صحة مذوين ناوي السنني يقوغن الوضوء يعاود يصلي صافي عاد تسفن غلا
يصفر حيث النبي صلى الله عليه وسلم إناس لك الأجر مرتين. إناس كشيني ساد الأجر ذردين نغمرتين، خاطر يتيمم يزول يعاود يغلظ يزول. ثوالا ما مش هذا وقيت دين غاية مثلا ثواقيت دين ذبحان يلها فسوس يقرز ما شاء الله، هذا ديننا. أيوه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما شاء الله، بارك الله فيك، عليك نور، شكرا. إذن هذا الحديث سمعتوه، هذا الحديث نتاع عمرو بن العاص أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد في مسنده والإمام الحاكم في مستدركه. صافي معنى الحديث يصح. ثم نروح السبب الرابع. كاين سبب رابع، الخوف من خروج الوقت. أنا عامه إذا كان خايف يخرج الوقت، وقت الصلاة ربي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. راهي مثلا المغرب الآن 6 غير، إذا كان واحد 6 غير 20 وما كانش الماء وما صلاش العصر، واش يدير؟ يتيمم ويصلي عادي. هو جاي الجامع يقول لو كان حتى نوصل للجامع باش نلحق العصر تفوت، برا في الطريق دير هكا تيمم وصلي، صلي العصر ثم وبعدين الحق المغرب وتيمم توضا مادام في الجامع كاين الماء. هكذا. وأكثر من ذلك، حتى الوقت الاختياري ماشي غير الوقت الضروري، نعم، يجوز شرعا التيمم إذا خفت من ذهاب الوقت الاختياري. امشي إلى آخر الوقت الاختياري قبل دخول الوقت الضروري، قبل دخول الوقت الضروري، فيجوز لك أن تتيمم قبل خروج أو إذا خفت من خروج وقت الصلاة الاختياري. أما الوقت الضروري فمن باب أولى، أما الوقت الضروري فمن باب أولى. هكا. لماذا؟ ماذا يقول الفقهاء؟ قالوا عبارة حلوة، قال لك لأن الوضوء له بدل، أما الوقت فلا بدل له. خطيرة هذه. أنا عامه قال لك الوضوء عنده نرد سكور، عنده تاويل، والوقت قال خير إذا كان راح. قال لك لأن الوضوء له بدل، أما الوقت فلا بدل له. ما يروح الوقت يروح. استشهدوا بما قاله الحسن البصري رضي الله عنه، قال لك يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. سيقرا بنادم شذو السان ما يروح يونواس ينقص يونواس إلى عمريه. نكون إذا شو غير الصواظن أني مغور يخاطر ريح في سال الوقت يلحو إذ آس ألا ما بقاو على خير. أنروح إلى رحلة الخلود. ما تخافوش مازال خير. إذن خامسا، يعني السبب الخامس وجود الماء، ولكن يحتاج إليه للشرب. أو كاين الماء ولكن نحتاجه للشرب. نغلا الماء للشرب. طبعا إذا كان واحد عطشان باش يعوض بالتيمم، ما كاش كيفاه. صافي الوضوء ما كاش كاين التيمم، ولكن الشرب. شوف الفقهاء يقول لك للشرب أو للطبخ
انا تقول لك المراه حبس الماء هذاك نتاع الطبخ نتاعي منسي، ما تشدهاش زعما انت زعيم تقول كيف هي المراه انت ما عندكش الايمان على جل الكرش نتاعك. روح بالعقل، عندها الحق. هكذا يا شيخ، روح بالعقل، خاطر يقول حنايا زعما تشدد زعما حنايا هنا كما ناقي يمنسي تيمم على روحك، يمنسي رسالة تيمم. زيد قال لك للشرب سواء للإنسان أو الحيوان. نعميه ماشي ليك بركة تقول أنا نشرب الحيوان نخليه، لا ميم الحيوان ذاك ديتو الزيلة نغ الحصان نغ الغم نغ حمار واش كاين. ميم هو خلي الماء للحيوان وانت تيمم. شفتوا رحمة الإسلام؟ صافي إذن الحيوان عنده قيمة أيضا. ماشي مثلا الحيوان عقولنا غادي مسكين وريت تسوغون وريت تشتكي وريت تعقد خاطئ، وأيضا يعني عنده روح. والفقه يحمي حقوق الإنسان ويحمي حقوق الحيوان أيضا. ثلاث فرائض التيمم. فرض مزورو النية أي القصد، أشار إليها ابن عاشر في متنه. النية إنما العمل بالنيات. الفرض والسين الصعيد الطيب، إما يكون الرمل، إما يكون حجر، إما يكون معدن، إما يكون زجاج، وقياك التراب وقياك كل ما صعد فوق الله. نعم حتى المعادن يجوز. نعم أي نعم كي يكون على أصله. كل مكان ناتوريل يعني مكان على أصله كل فتيمموا صعيدا طيبا. زيد ثلاثة الفرض والثلاثة. الضربة الأولى وضع اليدين على الصعيد إما كاكي سكال ماذا زور كاكفوسيك. إذا قلنا للسادة الأفاضل مما في الحج وكذا وكذا أشرنا ربما هذا إلى في من الأيام أنه مثلا واحد في الطيارة مثلا قريب وقت الميقات بغى يصلي ركعتين، حجرة صغيرة ما تديش حجرة كبيرة تبان في سكانيرة، حجرة صغيرة عادي. ممكن يقول لك سكانير هذاك اللي لادوان يقول لك شنو، يقول هذه نتاع التيمم، هذه صغيرة ديرها في الجيب عادي ومدها كاع لخوتك في الطيارة يتيمموا ويصليوا نورمال ميسرة ما شاء الله. يلا الضربة الأولى هذه هي الفرض، الضربة الثانية سنة، متفاهمين؟ زيد رابعة تعميم ظاهر الوجه بالمسح، خاطر بقال فامسحوا بوجوهكم بمعنى أذميكياكم من منبت الشعر المعتاد الفوق الأعلى إلى نهاية الذقن وكذلك باليدين والواحدة تجزي هكذا. ممكن السن السن نغماسي ونفوس كيف. خمسة مسح اليدين إلى الكوعين، إلى هنا فرض ولكن إلى هنا سنة، فرض سنة هذا. ستة الموالاة، يعني نقصد الموالاة بين الوجه والكفين واليدين، الموالاة بين الوجه واليدين يعني من غير تطويل كبير أو زمن طويل. أما اليسير فمسموح ومعفو عنه، ولقد خمنا انترفالا تصل مدة يعني ثم قرات ير أذم أك ذي فس. ثورة في الخاتمة ما يجوز فعله بالتيمم. الجواب كل ما يباح بالوضوء، كل ما يباح بالوضوء يجوز بالتيمم. مثلا ابدأ الصلوات المفروضات تصلث، ولكن كما قلنا بدخول الوقت شرحنا هذا. النوافل الجنازة ندب اللي مدخل من التيمم الفريضة يجوز التيمم مني أزاد الجنازة يجوز تصلي النوافل نغ الرواتب. ذا ثريون ميتي من صلاة العشاء يجوز هذه الصلاة العشاء صلوا التيمم مني هذه الصلاة الشفاء وذرنو الوتر. يجوز الطواف، يجوز الطواف، يجوز مس المصحف، يجوز قراءة القرآن تيمم وقرأ القرآن، يجوز دخول المسجد يوم بعض يشمل المسجد يتيمم هكذا ميراث الجنابة مثلا.
ولا لا تصح صلاة بفرضين أو أكثر بتيمم واحد، وكذا ذكرناه ولو كانت الصلاة. بالنسبة الفوائد يعني تضيون يقضي نوافل، يقضي الفوائد وريزولا ريزولا يبغى أثنتي غرم وكيني ثمثن ذاغ كل ظلي ستي ممينس يبغى ذي غرم يونواس ماشي سيدي بيسك ثورة أتبدو يوث أزال الصباح طهور العصر المغرب العشاء لا تيمم الصباح أرنو طهور العصر المغرب العشاء كل تظلي ستي ممينس. إلى هنا يأتي حديثي إليكم اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.